طيب، السلام عليكم. أنا محمد منصور من سمارة تداول الأوراق المالية، وده حاليا تلخيص لآخر حاجة إحنا وصلنا لها فيما يخص القلعة. الوضع السابق عشان نكون فاهمين كان باختصار شديد جدا إن أنت هتتعامل مع أمين حفظ معين، وهتدفع بالدولار، وهتدفع في حساب دولي لبنك المشرق دبي. الإجراءات نفسها تم تمريرها مرتين، مرة يوم 7 مايو، يوم ما اتنشر الافصاح الاولاني، واليوم الثاني يوم ما اتمد الايام بتاعه حق شراء الدين لحد يوم 27. في المرتين تم تمرير الاجراءات زي ما هي، لكن ردود افعال المشاركين في السوق وردود افعال الريتيل عموما عكست ان دي اجراءات تعجيزيه. بناء عليه الهيئه بدات تتدخل عشان تصلح الوضع اللي كان قبل كده. وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا يوم 27 هيكون نهايه الحق. ده عادي، حاجه قديمه. يوم 30/5 هيحصل جمعية عامة عشان توافق على إجراءات شراء الديون. 1/6 القلعة هتنشر على الموقع بتاعها نماذج لطلب الاشتراك في شراء الديون. 2/6 هيتم فتح باب فترة مشاركة الديون، وهيتم الإعلان عن المبلغ المطلوب سداده، والسداد هنا ننسى كلمة الدولار، هيتم الإعلان عنه بالجنيه. يبقى انت هتسدد بالجنيه. هحط برضو في حساب دولي؟ لا، انسى الموضوع ده خالص. هتروح شركة السمسارة اللي انت شغال معاها وهتمضي لها، هتلاقي عندها استمارة المشاركة، وهتلاقي في تفويض من العميل لشركة السمسارة. انت مش هتتعامل مع بنوك، انت هتتعامل فقط مع شركات السمسارة. 5/6 2/6 اتفتحت المرحلة الأولى. 5/6 المرحلة الأولى تم إغلاقها، وبكده أنت حطيت فلوسك بالجنيه، اتعاملت مع شركة السمسارة بتاعتك، هي اللي هتتعامل مع أمين الحفظ. فلوسك هتتحط في بنك مصري، هو البنك العربي الأفريقي. قبل كده كانت المرحلة الثانية مخصصة فقط للتغطية من قبل المساهمين الرئيسيين. لا، المرحلة الثانية هتبقى يوم واحد ولكل المساهمين، وبدون التقيد بنسب ملكيتهم في الشركه. كله هيدخل مع بعض. 10/6 اي فلوس زياده البنك العربي الافريقي هيردها. شركه السمساره بقى بموجب التفويض اللي حضرتك عملته هتتحرك للعربي الافريقي وتديهوله في الفتره التاليه من 10 ل 12/6، وبناء عليه خلال 30 يوم هيتم تسليم شركه السمساره سندات الديون. في حاله تعثر عمليه شراء الدين حتى 20 يونيو هيتم رد المبالغ كلها. التاريخ المتوقع من القلعة 10 يوليو هيكون الموضوع كله خلص بتاع شراء الديون، وبعدها تعمل جمعية عمومية دعوة لزيادة رأس المال. في حالة عدم إتمام زيادة رأس المال حتى 10 يونيو 2025 القلعة هتبقى ملتزمة بسداد هذه المبالغ. دي خريطة زمنية أو جدول زمني للي هيحصل. ما تشغلش نفسك بقى بالإجراءات اللي المفروض أنت مش طرف فيها. في جزء شركة السمسارة خلاص هتعمله بمجرد ما هتطبع التفويضات دي وهتطبع طلبات المشاركة. حضرتك هيبقى عليك فقط توفير المبلغ بالجنيه، والموضوع بعد كده هيكون براك، لكن هيبقى فيه إعلانات وشفافية بشكل مستمر عنه. شكرا ليكم، وأتمنى دايما ليكم قرارات موفقة في سوق المال. شكرا.